كان عندي فضول افهم ليه لما بكون عيان ودرجه حرارتي مرتفعه الاقي نفسي برتعش وبرفض كده تحت وعايز اتغطى بمليون غطا والدنيا برد قوي وعمال ارتعش في نفسي كده. بص الطبيعي ان درجه حراره الانسان 37 درجه، لو انت نزلت بس درجه واحده وبقيت 36 مثلا جسمك هيعمل رد فعل طبيعي جدا ان هو يقعد يرتعش علشان يوصل للمرحله اللي هو يبقى 37 علشان يبقى ستيبل والدنيا كويسه. لما الميكروب بيكون موجود جوه جسمك والمناعه عاوزه تحارب الميكروب ده فبتعمل على ارتفاع درجه حراره جسمك عشان تقدر تواجهه وتحاربه وتقتله. فالمناعه بتطلع شويه انزيمات تروح للمخ بتقول معلش علي الترمومتر بتاع درجه حراره الجسم الانسان وخليها بدل ما هي 37 خليها 40 علشان عايزه جسم الانسان يسخن كده والدنيا تلعلع معايا. فالمخ يطلع اوردر جديد فيقول لي السيت بوينت بتاعتنا اللي هي درجه الحراره الطبيعيه بتاعت جسم الانسان يا جماعه هتبقى 40 مش 37 زي زمان، وذلك حتى القضاء على هذا الميكروب اللعين. فانت لسه درجه حرارتك 38 انت درجه حرارتك مرتفعه، ولكن الجسم دلوقتي شايف ان درجه الحراره 40 هو ده درجه الحراره الطبيعيه، فيقوم يعمل ايه بقى؟ يقول بس احنا كده شكلنا بردانين يا جماعه، يا عضلات اقعدي بقى ايه خش في حاله من الشفرنج اعملي ارتعاش رغيب، يا اوعيه دمويه اللي موجوده عند جلد الانسان اعملي بس فازو كونستريكشن كده اقفلي علشان نحافظ على درجه الحراره علشان الجلد ما يطلعليش درجه حراره ويحافظ لي عليها. وده كله في سبيل هدف واحد فقط وهو وصول درجه حراره جسم الانسان لحد ما توصل تبقى 40. وفي اللحظه دي مناعه الانسان وجسم الانسان بيقدر يحارب الميكروب ويقضي عليه تماما. فاذا جسمك كان بيعمل رعشه وكان محتاج يحس ان هو بردان وبتحاول تغطي نفسك بمليون غطا، ده كله في سبيل هدف واحد بس ان احنا نرجع لدرجه حرارتنا اللي هي المفروض تبقى الطبيعيه اللي هي ال 40 علشان نقدر نقضي على الميكروب. ودي حاجه فيسيولوجيه بتحصل في جسم الانسان. ولما نقضي على الميكروب اذا المناعه بتنام كل حاجه بتنام، الانزيمات اللي المناعه كانت بعتها للمخ تبطل تطلع، فالمخ يحاول يرجع لجسمه الطبيعي ويقول يا جماعه خلاص احنا السيت بوينت بتاعتنا رجعت زي الاول ان احنا قضينا على هذا الارهاب، فبقى درجه الحراره الطبيعيه بتاعت جسم الانسان عباره عن 37 فقط. بس لحظه واحده انا لسه درجه حرارتي 40 ازاي هوصل ل 37؟ الرد فعل الطبيعي لجسم الانسان علشان يفقد درجه الحراره كل اللي هو بيعمله ان هو يقول يا جلد وسع الابراج الموجوده عندك طلع لي يا باشا شويه عرق، العرق يطلع فالانسان لما يصحى من النوم يلاقي نفسه عرقان والدنيا متغرقه عليه ميه يفهم من كده ان احنا تم القضاء على هذا الميكروب والانسان خف وبقى علاجه كويس جدا. ولكن في عده اسئله لازم ناخد بالنا منها. لو درجه الحراره زادت عن 40 وبقت 41 قعد يرتعش لحد ما كسرنا ال 40 ووصلنا لمرحله 41 لا وبدا يخش في هلاوس او تشنجات، وقتها فورا مفيش حل مع الشخص ده غير انك توديه المستشفى. دي حاله مشهوره جدا في الاطفال الصغيرين ان هم يفضلوا يتشنجوا بطريقه غير طبيعيه، والطفل ده بمجرد انك تدخله المستشفى لو هتعمل له بس حاجه قبلها يعني معلش ممكن تحطه تحت دش ميه بس او تمشي عليه شويه ميه فتره. طب انا عاوز اساعد الانسان وهو بيحاول يرفع درجه حرارته من 37 او 38 لحد ما يوصل ل 40 علشان نقضي على الميكروب. كل المطلوب منك انت تتغطى كويس جدا وتشرب سوائل دافيه كتير جدا. اول السوائل الدافيه هتساعد في ارتفاع درجه الحراره، واهم حاجه للسوائل الدافيه هو تعويض جسم الانسان من السوائل المفقوده واللي ممكن يدخله في حاله